ايه الاخبار؟ اعتذر لكم على اللي حصل في الفيديو اللي فات. اضطريت ان انا امسحه لان كان في مشكله في المونتاج، وكان لازم ان احنا نصلح الجزئيه دي ونرجع ننزله تاني. تعالوا بقى من غير رغي كتير نعدي الانترو بتاعنا ونكمل كلامنا. بص يا سيدي، خلينا متفقين ان الاجازه احنا اتعودنا عليها ان هي اجازه مصيف، ما بنعملش فيها حاجه غير ان احنا نتمرقع، نخرج، نروح، فاهمني انت، قعده بلاي ستيشن، نعمل فيها كل حاجه احنا مش عارفين نعملها في وقت الدراسه. انا معاك في الحته دي والله العظيم، وانا اساسا عملت الحوار ده اول ما خدت الاجازه. بس خلينا متفقين ان الاجازه كلها مش هنقضيها مرقعه ومش هنقضيها خروجات وفسح، فاهمني انت، ومصيف والكلام ده كله. لازم يكون في وقت يكون خاص ان احنا نعمل فيه حاجه تفيدنا وتنفعنا احنا. فايه هي الحاجات دي؟ بص، هو عموما كده انا لخصت لك الكام حاجه دول في 3 حاجات بس. طيب ايه هما ال3 حاجات دول؟ تعالى كده ناخدهم واحده واحده. اول حاجه يا سيدي، انك لازم تتعلم حاجه انت كنت مأجلها بقالك فتره. تشوف ايه اللي انت كان نفسك اللي انت تدرسه او ان انت تاخد فيه كورسات وكنت مأجله، وتبدأ انك تاخد خطوه للموضوع ده. طيب، وتاني حاجه ان انت تحوش لك مبلغ على جنب. خلينا متفقين ان احنا بنمر بفترات صعبة، الفترات دي احنا محتاجين اللي احنا نطلع باكبر فايدة ممكنة. طيب ايه تالت حاجة؟ تالت حاجة انك تحسن من جسمك حبتين تلاتة. يعني بص، انت مش شايف انا فورمة ازاي؟ يعني لازم يبقى طول عرض. زي كده انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. تعالى بقى ايه، ناخد ال3 عادات او ال3 حاجات دول واحدة واحدة كده ونتكلم فيهم. اول حاجة، زي ما اتفقت معاك، انك تدرس حاجة تنفعك. طيب تدرس حاجة انت كنت مأجلها. طيب ايه الحاجة اللي انت كنت مأجلها؟ اذا كانت كورس فوتوشوب، اذا كان كورس تصوير، اذا كان برمجة ويب او انيميشن، تشوف ايه الحاجات من الحاجات اللي انا ذكرتها دي. لا، او مثلا برضو اذا كانت لغة انت ضعيف فيها او انت كنت عايز تدرسها وتبدأ تاخد فيها كورسات. المهم انك تاخد خطوة في الحاجات اللي انا ذكرتها دي، تكون انت حاببها، تاخد فيها كورسات عشان تبدأ تفهمها اكتر، تبدأ انك تندمج فيها اكتر. هتقولي ليه؟ هقولك صدقني، الاجازة بالذات انت معاك وقت فراغ كبير جدا انت مش حاسس بقيمته، ومش هتحس بقيمة الوقت ده غير لما تبدأ تشتغل 8 او 12 ساعة ويكون ليك مدير مطلع عينك، تمام؟ هيكرهك في عيشتك عموما. هتبدأ تحس فعلا ان انت ضيعت وقت في حاجات انت كان المفروض تفهمها وتدرسها، تجيب لك دخل اكتر من اللي انت بتعمله دلوقتي. فما تضيعش وقت الصيف كله في المرقعه والخروجات. في الطبيعي اساسا ان مصيفنا بيبقى اسبوع 10 ايام، فما بيكترش عن كده الا لو انت من الناس بتاعت ايجيبت مش بتاعت مصر. دي كده هتبقى اول نقطه. طيب ايه هي تاني نقطه؟ ان انت تحوش لك مبلغ على جنب. زي ما قلت لك، احنا متفقين ان احنا بنمر بفترات صعبه، والجنيه مش في احسن حالاته في الفتره دي. فانت لازم انك على قد ما تقدر انك الشغل اللي انت هتشتغله في الاجازه حوش لك مبلغ منه على جنب. على بدايه الدراسه هيكون عمل لك مبلغ محترم. المبلغ ده بقى انت تشيله، وفي طريقه عموما انا بحبها، بدل ما انت تروح تحط الفلوس دي في الفيزا او في البيت، واشك اساسا ان في حد فينا دلوقتي بيحط الفلوس في البيت، انك تروح تحطها في ابلكيشن مثلا زي ساندر، اللي انا بحط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن كل فيديو وانت اصلا بتخش تبص عليه. طيب ايه هو ابلكيشن ساندر ده؟ دي حوار كبير اساسا، محتاج فيديو لوحده. فلو انت عايز الفيديو ده اعمل لي لايك واكتب لي تحت في الكومنتات انك عايز نعمل لك في الفيديو ده. بس باختصار برضو عشان اديك نبذه عن الموضوع، هو ابلكيشن خاص بالبورصه المصريه. انت بتحط عليه الفلوس، بتشتري اسهم في شركه معينه، الاسهم دي بتبقى كانك ليك جزء في الشركه دي، بينزلك ارباح، الاسهم بتزيد، المواضيع دي. انا افتكر ان كان في سهم كان السنه اللي فاتت سعره في حدود حاجه 20 جنيه، والسنه دي معدي 50. وفي سهم اساسا زاد في شهر واحد من 170 او 180 جنيه ل 250 جنيه. بس الموضوع ده مش مستمر، بس خلينا متفقين ان سعرها بيزيد، وفي ارباح بتنزل لك سنويه او نص سنويه او ربع سنويه. ده كده باختصار. طيب لو الموضوع ده كبير عليك حبتين وانت مالكش في الحوار البورصه والاسهم والكلام ده، انت عندك شركات دلوقتي على مستوى الجمهوريه بتبيع لك جرامات الذهب، سبائك صغيره كده يمكن على قد عقله الصباع، بتبدأ من جرام لحد ما انت عايز.
فانت بتشتري على حسب سعر السوق دلوقتي. مش عارف، اعتقد ان الجرام الذهب في حدود 2200 او 2150. فانت زي ما قلت لك بتشتري سبيكه بحجم عقله الصباع، انت بتبقى مؤمن بيها فلوسك. وخلينا متفقين ان سعر الذهب ما بيقلش، هو بيزيد، وحتى لو بيقل حاجات بسيطه وبيرجع يضرب تاني. فانت هتشتري زي ما قلت لك على حسب المبلغ اللي انت حوشه سبيكه. فانت في نفس الوقت انت مأمن نفسك، فلوسك تحت ايدك وقدامك، وفي نفس الوقت بتزيد. وانا عموما جربت الموضوع ده بنفسي فعلا. في خلال فتره مش كبيره قوي مش صغيره قوي اتعمل مبلغ كويس من المبلغ اللي انا كنت حاطه. كده انت عندك طريقتين انك تحوش بيهم فلوسك، يا اما على ابلكيشن زي ما قلت لك، او عن طريق الذهب. بدل ما انك تكون حاططهم في الفيزا ايدك هتبقى بتاكلك. فعلى الابليكيشن الموضوع الفلوس عقبال ما بتجيلك بتاخد 3 ايام. فانت في الطبيعي انك بتبقى عايز الحاجه اللي قدامك دلوقتي دي انك تشتريها دلوقتي، فهتكسل اصلا او هتنسى انك كنت عايز تشتريها. حوار حته الدهب ده، اشك انت مثلا لو مشتري حته سبيكه 2 جرام ونص، فانت هتتكسف اساسا انك تروح تبيعها. انت احسن حاجه انك تزودها سبيكه في 2 في 3، تروح تبيعهم كلهم مره واحده، هيعملوا لك مبلغ محترم. دي كده تاني حاجة. طيب ايه هي تالت حاجة؟ انك تحسن زي ما قلت لك من جسمك ومن شكلك. فهي دي فهو ده فيديو النهاردة. حاجات بسيطة، حاجات انت المفروض تكون عارفها، تكون فاهمها، مش هتاخد منك وقت. وخلينا متفقين برضو، الحاجة اللي انت هتدرسها او الكورسات اللي انت هتاخدها في الحاجة اللي انت بتحبها هي اساسا هتعملك دخل، اذا كان دخل في الصيف او دخل في وقت الدراسة. الحاجات دي في ناس بتشتغلها فريلانسر بتدخل منها مبالغ محترمة حرفيا. يمكن انا الموضوع ده ما ظبطش معايا غير في عميل او 2 من بدايه الاجازه. فربك ان شاء الله هيكرمك. انت بس كل اللي عليك انك تسعى وتبقى احسن من اللي انت عليه دلوقتي. فلو عجبك الفيديو زي ما قلت، لايك للفيديو، تشترك القناه، وتقول لي ايه رايك في الموضوع النهارده. اشوفكم على خير في فيديو جديد بموضوع جديد.